قبل ما نبدأ فيلمنا لازم تكون عارف إن أمنياتك مفيش حد هيسعى إنه يحققها لك ولا هي تتحقق لوحدها، علشان كده أنت لازم تجتهد وتسعى إنك تحققها حتى لو كل اللي حواليك مش مصدقين فيها، وفي الآخر اللي ربنا عايزه هيكون. ويلا نبدأ الفيلم. فيلمنا بيبدأ ببطلتنا آشا وهي بتحكي حكاية لجدها عن شخص طيب اسمه ماجنيفيكو، وبتقوله إن ماجنيفيكو كان بيعتقد إن الأماني أهم حاجة في حياة الإنسان، علشان كده قرر إنه يتعلم السحر علشان يحقق كل الناس أمنياتها. وفعلا بيتعلم السحر وبيتجوز واحدة كان بيحبها وبيروحوا يعيشوا في مملكة وبيسميها مملكة الأمنيات، وبقى بيجي للمملكة دي ناس من جميع أنحاء العالم. وبتقول آشا لجدها إن بمناسبة إن هو هيتم ال100 سنة النهاردة فهي هتطلب من الملك ماجنيفيكو إنه يحقق له الأمنية بتاعته. وهي في الوقت ده بتدخل عليها مامتها اللي بتقول لها إن الملك هيعمل حفل أماني وإنه هيحقق للناس أمنياتها في الحفل ده. فبتتحمس آشا وبتخرج من البيت وبتقابل في طريقها مجموعة جديدة من السكان، فبتفضل تحكي لهم عن المملكة بتاعتهم وبتقول لهم إن هم عايشين هنا تحت حكم الملك ماجنيفيكو، وقد إيه هو حاكم طيب ومعيشهم في أمان وسلام، وكمان بيحقق لهم أمنياتهم. وبعد شوية بتوصل آشا لمطبخ المملكة اللي بيكون شغال فيه داليا صاحبتها، وبنعرف وقتها إن آشا عندها النهاردة مقابلة مع الملك لأنها عايزة تكون المساعدة بتاعته، وبتكون متوترة لكن داليا بتحاول إنها تهديها، وبيكون واقف معاهم ولد صاحبهم اللي بيتهمها إن هي عايزة تكون مساعدة الملك علشان يحقق لها أمنيتها وأمنيات عيلتها كلها، وده علشان ما تكونش زي صاحبهم سايمون اللي بقى كئيب وممل جدا بعد ما خلى الملك يحقق أمنية فرد من أفراد عيلته بدل أمنيته. وفي الوقت ده بتنزل الملكة اللي بتطلب من آشا إن هي تستعد لأن ده وقت مقابلتها مع الملك، وبتفضل الملكة تكلمها عن الحاجات اللي الملك بيحبها والحاجات اللي بيكرهها، وبتقول لها الملكة إن هي واثقة فيها إن هي هتاخد الوظيفة دي لأنها شخص متعاون وبتحب تساعد الناس وبتحب كمان المملكة. وبتدخل آشا مكتب الملك وتنتظره لكن فضولها بياخدها وبتفضل تتفرج على الحاجات اللي فيه، وبيلفت انتباهها كتاب محفوظ في لوح إزاز، فبتيجي علشان تلمسه لكن الملك بيدخل في الوقت ده وبيقول لها إن هي ما تلمسوش لأن الكتاب ده خطر، لكن للأسف آشا بتلمسه وبتطلع منه فراشات بتلف حواليها، فبيقول لها الملك إن هو عامل تعويذة على الكتاب ده لأنه خطير جدا. فبتسأله آشا ما دام الكتاب خطير قوي كده ليه محتفظ بيه، فبيقول لها إن الملك لازم يكون مستعد لأي حاجة. وبعد ما الملك بيرجع التعويذة تاني على الكتاب بيفضل يتكلم مع آشا وبيسألها ليه عايزة تكون المساعدة بتاعته، فبتقول له آشا إن هي بتحب الناس جدا وعايزة تساعدهم، وبتقول له كمان إن هي تلميذة شاطرة وبتتعلم بسرعة، وبتحكي له آشا عن باباها وبتوري له رسمة شجرة كانت بتقعد عليها هي وباباها علشان يتفرجوا على النجوم، وبتقول له إن باباها مات وهي عندها 12 سنة، فبيتأثر الملك من كلامها وبيحكي لها عن حياته، وبيقول لها إنه هو صغير في ناس حرامية جم سرقوا المملكة بتاعتهم، علشان كده قرر يتنقل لمملكة تانية يعيش فيها الناس في سلام وأمان. وبياخدها الملك لأوضة سرية بيكون محتفظ فيها بأمان الناس وبيفرجها على الأمنيات دي، وبيقول لها إن الأمنيات دي أهم حاجة في حياة الإنسان لأنها بتكون طالعة من القلب. وبيقول لها الملك إن بعد ما الناس بتسلموا الأماني بتاعها هم بينسوهم وبيفتكروش عنها حاجة لحد ما يحققها لهم. وفي الوقت ده بتلاحظ آشا أمنية جدها فبتطلب من الملك إذا كان يقدر يحققها له، فبيبص الملك لأمنية جدها وبيقول لها إن أمنيته جميلة جدا لكن ممكن تكون خطيرة، فبتستغرب آشا وبتقول له إن جدها عمره ما هيأذي المملكة، فبيقول لها الملك إن جدها نفسه يعمل تغيير في المملكة لكن مش باين نوع التغيير ده إيه، وعشان كده ممكن التغيير ده يكون خطير. فبتقول له آشا إن جدها شخص طيب جدا وإن هو عمره ما هيأذي أي حد، لكن الملك بيقول لها إن هو اللي يقرر إذا كانت الأمنية دي خطيرة ولا لأ. فبتطلب منه آشا إنه يرجع الأمنيات اللي هو مش هيحققها لأصحابها، لكنه بيرفض وبيقول لها إن هم اللي ادوا له الأمنيات دي بمزاجهم وإن هو مش هيرجعها لحد. وفي الوقت ده بتدخل الملكة علشان تقول للملك إن الحفل بدأ، فبيطلب منها إن هي تاخد آشا معاها للحفل، لكن آشا ما بتكونش عايزة تحضر بس الملك بصر عليها إن هي تحضر، وفعلا بتنزل آشا بتحضر الحفلة، وبيبدأ الملك يقدم شخصين جداد عايزين يعيشوا في المملكة، فبيطلب منهم إن هم يتنازلوا له عن أمنياتهم مقابل إن هم يعيشوا تحت حكمه، وفعلا بيتنازلوا له عن أمنياتهم. وبيقول بعدها الملك إن هو قرر يحقق أمنية شخص واحد، وبيكون جد آشا فرحان لأنه بيبقى فاكر إن أمنيته هي اللي هتتحقق، لكن للأسف بيحقق أمنية واحدة تانية خالص، فساعتها بتحس آشا بالحزن هي وجدها وعيلتها. وبيقول الملك لآشا إن هو هيفضل متحفظ على أمنيات عيلتها ومش هيحققها لهم أبدا. وبتروح آشا البيت مع عيلتها وبتقول لجدها إن الملك رفض إن هو يحقق له أمنيته مع إن الأمنية جميلة جدا لكنه شايفها خطيرة. وبتكون آشا عايزة تفكر جدها بأمنيته لكنه بيرفض، وبيقول لها إن ما دام الملك رافض إنه يحققها وشايفها خطيرة تبقى هي خطيرة فعلا، لكن آشا بتكون مصممة إن هي تفكر جدها بأمنيته، فبيزعق معاها جدها علشان ما تتكلمش، فبتحزن آشا وبتخرج من البيت وبتقول إن هي كانت فاكرة إن الملك ده طيب لكنه طلع شرير. تفضل آشا تتمشى لحد ما بتوصل للشجرة اللي كانت بتقعد عليها هي وباباها، وفجأة بيحصل
بيحصل ضوء قوي في السماء لدرجة إن المملكة كلها بتشوف الضوء ده، حتى الملك ماجنيفيكو بيشوفه وبيقول إن الضوء ده تهديد عليه، وبيدور في كل الكتب اللي في المملكة على سر الضوء ده لكنه ما بيلاقيش حاجة. وكان بيقرب من الكتاب اللي هو حافظه بالتعويذ في لوح إزاز، لكن الملكة منعته إن هو يقرب منه وبتقول له الكتاب ده لو اتملك من صاحبه مش هيسيبه. نعرف وقتها إن الكتاب ده عبارة عن تعويذ سحرية وخطيرة جدا. وبتتحرك آشا علشان تروح بيتها، لكن بيكون ماشي وراها نجم صغير ما بتكونش حاسة بيه، وبيفضل يلف خيوطه على الأشجار وبيخلي كل الحيوانات تتكلم. وبتلاحظ آشا في الوقت ده إن كل حاجة بدأت تتحرك وبتتكلم، فبتستغرب جدا، فبيبدأوا يفهموها إن كل حاجة ممكن تتحقق مع الأمنيات. فبتفتكر آشا باباها لما كان بيقول لها إن حياتهم مرتبطة بالنجوم، وعلشان كده بتحكي آشا للنجم عن الملك وبتقول له إن هو خطف أمنيات الناس وإن هو طلع شرير جدا ومش هيحقق لهم أمنياتهم، وبتقول له إن هو محتفظ بالأمنيات دي في القصر بتاعه. فبيقول لها النجم إن هم لازم يروحوا يجيبوا الأمنيات دي بنفسهم. وبتروح آشا القصر هي والنجم بتاعها علشان يدوروا على طريقة يدخلوا بيها أوضة الملك علشان يجيبوا منها الأمنيات. فبتخبي آشا النجم بتاعها وفالنتينو في مزرعة الفراخ، فبيجي شخص كده علشان يلموا البيض من المزرعة، لكن آشا بتمنعه. لكن بيجي في الوقت ده أصحابها وبيكونوا عايزين يفتحوا الباب، وفعلا بيفتحوه وبيتفاجئوا كلهم لما بيشوفوا إن كل الفراخ قاعدة بترقص. فبتضطر آشا إن هي تعترف لهم بالحقيقة علشان يساعدوها، وبتقول لهم إن الملك ما طلعش طيب وإنه مش هيحقق كل أمنيات الناس وكمان مش هيرجعها لهم. فبتقول لها داليا إن هي ممكن تطلع لأوضة الملك من خلال الفتحة اللي بيطلعوا له فيها الأكل من المطبخ. وفعلا بتطلع آشا والنجم بتاعها لأوضة الملك، وفي الوقت ده الملك بيكون مجمع كل أهل المملكة وبيكلمهم عن الضوء اللي ظهر في السماء، وبيقول لهم إن في خاين في المملكة وإن اللي هيمسكه هيحقق له كل أمنياته. أما عند آشا فبتحصل هناك مشكلة في الأوضة والكتب بتولع، فبتخاف داليا لحسن الملك يمسكها، فبتوقف الملك وبتفضل تسأله شوية أسئلة، وده بيشجع أهل المملكة إن هم يسألوه كل الأسئلة اللي هم عايزينها. أما آشا فبتكون قدرت توصل لمكان الأمنيات، فبتطلب من النجم بتاعها إن هو يدور لها على أمنية جدها ويجيبها لها، وفعلا بتجيب لها النجمة أمنية جدها. لكن في الوقت ده بيجي الملك ماجنيفيكو، فبتستخبى آشا بسرعة هي والنجمة علشان ما يشوفهمش. وبتشوف آشا الملك وهو بيستخدم كتاب التعويذ السحرية وبيتحول لساحر شرير، وبتعرف آشا إن كده الكتاب بدأ يسيطر على الملك، فبتاخد أمنية جدها وبترجع بسرعة تروح على البيت. وبتدي آشا لجدها الأمنية بتاعته اللي بيرجعها لقلبه تاني. لكن في الوقت ده بيجي ماجنيفيكو وبيقتحم عليهم البيت، وده لأنه بيكون عارف عن النجم اللي مع آشا وإن هو السبب في إن السما تنور. فبيطلب منها ماجنيفيكو إن هي تديله النجم، لكنها بترفض، فبيطلع أمنية مامتها وبيبدأ يحطمها قدامها، وده بيخلي مامة آشا تتأثر. أما الملك فقوته بتزيد لما بيكسر الأمنية، فبيقول لآشا إن هو كان دايما بيحمل أمنيات لكنه ما كانش يعرف إن هي ممكن تديله طاقة. وفي الوقت ده بيطلع النجم علشان يواجه الملك، فبيقرب منه الملك علشان يمسكه، لكن آشا بتوقع عليه الدولاب وبتجري هي وعيلتها لحد ما بيوصلوا البحيرة وبيركبوا فيها مركب علشان يبعدوا بره المملكة. وبنشوف وقتها آشا وهي حزينة لأنها بتكون حاسة بالذنب إن هي السبب في كل اللي بيحصل ده، لكن عيلتها بيقولوا لها إن هي ما عملتش حاجة وإن هي كان قصدها تساعد الناس وتحرر الأمنيات بتاعهم. فبتتشجع آشا وبتسيبهم وبترجع المملكة تاني علشان تحرر أمنيات الناس. أما ماجنيفيكو فبنشوفه هو بيحطم أمنيات أهل المملكة علشان يعمل صولجان قوي يمده بالطاقة. وفي الوقت ده بتيجي الملكة اللي بتحاول توقف ماجنيفيكو عن اللي هو بيعمله، لكنه بيهددها وبيقول لها إن هي لو طلعت خاينة للمملكة فهو هيقتلها. وبيطلع الملك لساحة القصر وبيقدم سايمون وبيقولوا إن هو السبب في كشف آشا، وإن هي اللي طلعت الخاينة اللي في المملكة واللي بتدمر أمنيات الناس. وفي الوقت ده بتكون آشا بتتفرج من بعيد، فبتستغل القدرات السحرية للنجم بتاعها اللي بتبعت فار متكلم للملكة علشان تطلب منها إنها تساعدها في إنقاذ المملكة. أما ماجنيفيكو فبيستخدم القوة السحرية بتاعته علشان يحقق أمنية سايمون وإن هو يكون حارس شخصي للملك. وبعدها بيقول سايمون للملك على باقي الأشخاص اللي ساعدوا آشا، فبيحاولوا يهربوا بسرعة قبل ما يتم القبض عليهم. وبعدها بتقابلهم آشا وبتقول لهم إن مش هي سبب في تحطيم أمنيات أهل المملكة، وإن الملك هو الشرير اللي حطم أمنيات أهل المملكة علشان يمدوه بالطاقة. وبتقول لهم آشا إن هم لازم يتعاونوا مع بعض علشان يحرروا كل الأمنيات. وفي الوقت ده بتدخل عليهم الملكة وبتقول لهم إن هي مستعدة تساعدهم. وبعدها بتروح الملكة الماجنيفيكو اللي بتقول إن هي شافت آشا وأصدقائها في الغابة، فبيسيبها الملك وبيروح بسرعة علشان يلحقهم. بس بنشوف بعدها إن الملكة كانت مخبية كل أصدقاء آشا في الشباك اللي بيطلع منه أكل للملك. أما آشا فبنشوفها في الغابة وهي بتقول للنجم إن هو يروح علشان يوزع أمنيات الناس عليهم، فبيعمل لها النجم عصاية سحرية وبيسيبها ويمشي، لكن آشا ما بتكونش عارفة تستخدم العصاية بالطريقة الصحيحة. أما عند داليا والملكة فبيكونوا بيدوروا على طريقة في كتاب التعويذة علشان يوقفوا الملك عن اللي بيعمله،
وفي الوقت ده بنشوف الملك اللي قدر يوصل لآشا وبيوقعها على الأرض وبيكسر العصاية السحرية بتاعتها، لكن فجأة بنشوف الملك وهو بيتحول لشكل سايمون، فبتعرف آشا إن كده الملك لسه في القصر. أما أصدقاء آشا فبيكون قدروا إن هم يحرروا الأمنيات اللي في القصر. أما عند آشا فبنشوف دب هجم على سايمون، فبتستغل آشا الوضع وبتهرب بسرعة. أما جد آشا ومامتها لما بيشوفوا إن الأمنيات بدأت تتحرر بيقرروا إن هم يرجعوا للقصر تاني. ووقت تحرير الأمنيات بيكون النجم ما بينهم، فبيمسك الملك الأمنيات كلها وبيوقعها على الأرض وبيحبس النجمة في الصولجان بتاعه، وبتمد وقتها بقوة كبيرة جدا. أما عن آشا اللي بتكون وصلت للملك وبتحاول تاخد منه الصولجان، فبيضربها وبيوقعها على الأرض، وكمان بيأيد كل أهل المملكة. أما عن آشا فبتحاول تقاوم الملك بكل قوتها، وكمان بتشجع أهل المملكة علشان ما بيستسلموش، وبيفضلوا كلهم يغنوا لحد ما الأمنيات بتاعتهم بتنور في قلوبهم تاني. ووقتها بيضعف سحر ماجنيفيكو وبتزيد قوة النجم اللي بيقدر يحرر نفسه من الصولجان، وبيبدأ إن هو يوزع كل الأمنيات على أصحابها. أما ماجنيفيكو فبيتحبس في الصولجان بتاعه وما بيقدرش يخرج منه. وبيجي بعدها سايمون اللي بيعتذر لآشا عن كل اللي حصل، فبتقبل آشا اعتذاره وبتسامحه. أما ماجنيفيكو اللي بنشوفه محبوس بيطلب من الملكة إن هي تخرجه، لكنها بترفض وبتنادي الحرس علشان يدخلوه في الزنزانة. وبعدها بنشوف الملكة أمايا اللي بتحكم المملكة بكل حب، وكمان بنشوف النجم اللي بيصلح لآشا العصاية السحرية بتاعتها وبيديها لها، وبيودعهم وبيسيبهم وبيمشوا. وبكده المملكة بترجع تعيش تاني في سلام وأمان تحت حكم أمايا. وبكده ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وتقولوا لنا رأيكم في التعليقات، وما تنساش تحقق أمنياتك بنفسك. سلام.